عايز تعرف ليه انت مش غني كفاية او ليه انت دايما فلوسك مش مكفياك وما بتعرفش تحوش؟ ده عشان انت موصلتش للنضج المالي اللي انت محتاجه عشان توصل للمرحلة دي. وفي حلقة النهاردة هنقدر نوصل مع بعض للنضج في إدارة الفلوس والوقت اللي يخلينا نوصل للنضج ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حدوتة جديدة في قناتنا حدوتة اقتصاد، وفيديو جديد بعنوان ليه انت مش غني كفاية. في الأول صلي على سيدنا محمد ويلا نبدأ حدوتتنا. ليه انت مش غني كفاية؟ أول حاجة عايزك تحط في دماغك إن مش شرط تعمل حاجات غلط عشان توصل للغنى أو الثراء اللي انت عايزه. زي ما انت حاطط في دماغك أقولك ليه انت مش غني بالطريقة اللي انت عايزها، وهنا هتكلم في الفيديو ده على طريقة إدارتك لفلوسك أو يومك اللي خلتك ما توصلش لدرجة الثراء اللي انت عايزها. فكرة الحلقة أو الحدوتة بتاعت النهاردة مقتبسة من كتاب الاقتصاد عاريا، وفيه قال الكاتب إنه اتعرض عليه إنه يسمي الكتاب باسم ليه انت مش غني كفاية، ولكن الكاتب فضل استخدام اسم الاقتصاد عاريا. المهم نبدأ في موضوعنا. انت بتعمل ايه في مرتبك؟ أول وأكبر غلطة انت بتعملها هي انك بتستنى تسيب الفلوس اللي انت هتدخرها لآخر الشهر، وده هيخليك عمرك ما هتسيب فلوس عشان انت هتصرف الفلوس ومش هيتبقى معاك فلوس لآخر الشهر. والصح انك في أول الشهر تسيب فلوس على جنب، ولو تشغلها يبقى أحسن كمان، أو تستثمرها مثلا. ولو فعلا مرتبك ما بيكفيش احتياجاتك فانت ساعتها لازم تشتغل شغلانة بارت تايم تانية وتتقنها. عشان كده لازم تتعلم برمجة أو مونتاج بجانب شغلك الأساسي، وده يكون مصدر دخل على جنب كده يساعدك في انك تحط فلوس وما تستخسرش الوقت اللي انت هتتعلم فيه، عشان اهم استثمار هو استثمارك في نفسك. وبكده لازم تعرف ان انت لازم تحط خطة تصرف فلوسك بيها، وما تبقاش عشوائي، ويكون عندك هدف عايز تحققه، وما يكونش هدفك انك يدوب تعدي الشهر بفلوسك او مرتبك. وده ينقلنا لان في نوعين من الدخل، دخل ايجابي ودخل سلبي، ولازم تعرف الفرق بين النوعين عشان توصل للنضج المالي اللي انت المفروض تستخدمه في إدارة المرتب بتاعك. نبدأ بالدخل الإيجابي. الدخل الإيجابي هو الفلوس اللي انت بتاخدها من شغلك مثلا، سواء انت موظف أو صاحب شغل أو فريلانسر أو أي حاجة، المهم ان ده الدخل اللي انت بتاخده مقابل المجهود اللي انت بتبذله. وفي نوع تاني من الدخل الإيجابي اللي هو العمولة أو النسبة بتاعتك من صفقة معينة مثلا، برضو ضمن مصادر الدخل الإيجابي. والنوع التالت ان انت تكون صاحب مشروع وبتحقق أرباح، ودايما بيكون الدخل الإيجابي مفيد للدولة أو اقتصاد بلدك أكتر من الدخل السلبي، مش شرط يكون برضو مفيد لك انت. وندخل على الدخل السلبي، وده أهم صورة بتكون عبارة عن الفوائد اللي انت بتاخدها سواء على وديعة في البنك أو شهادة استثمار أو أي نوع من أنواع الفوائد. النوع التاني إنك تكون مأجر عقار مثلا أو شقة وبتاخد ريع أو إيجار عليها. الصفة الأساسية في الدخل السلبي إن يكون بيديك فلوس بطريقة منتظمة اللي هو دخل ثابت. وبكده انت تكون عرفت نوعين الدخل اللي هما الدخل الإيجابي والدخل السلبي، ومفروض تعمل خطتك على أساس إنك تنوع مصادر دخلك بين دخل إيجابي ودخل سلبي. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وأشوفك في حلقة جديدة، ومتنساش لايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو. لو معجبكش اقترح عليا حاجات تحسن المستوى. إلى اللقاء يا صديقي.